السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم جميعا. دي أخبار الزمالك. أتمنى الفقرة تكون خفيفة على قلبكم. ادعمونا بلايك الفيديو وسبسكرايب بالقناة، ومتشكر لكم جدا على دعمكم. الزمالك خاض أمس تدريبه الأول في السعودية صباح الاثنين بملعب عكاظ استعدادا لخوض لقاء الاتحاد المنستيري التونسي. انتظم عمرو السيسي في ميران اليوم الثلاثاء بصورة طبيعية استعدادا لمباراة الاتحاد المنستيري المقبلة في البطولة العربية، وشارك في الفقرة البدنية، كما انتظم في تدريبات الكرة والتقسيمة الفنية بشكل طبيعي لتتأكد جاهزيته من الناحية الطبية للمباريات المقبلة. يبدأ الزمالك مشواره بالبطولة العربية بمواجهة الاتحاد المنستيري التونسي يوم الجمعة 28. شارك مرتضى منصور وأحمد سليمان وأحمد جلال إبراهيم وإسماعيل يوسف وطارق يحيى ومجدي عبد الغني وهشام يكن وأيمن يونس وكريم حسن شحاتة وأمير عزمي مجاهد ومحمد عبد الجليل وسامي الشيشيني وعبد الحليم علي وعددا من الإعلاميين والصحفيين الرياضيين ونجوم الرياضة، في عزاء والد الكابتن أشرف قاسم بمسجد الحمدية الشاذلية بالمهندسين. ورصدت الكاميرات تواجد أحمد سليمان ومرتضى منصور بجانب بعضهما في العزاء، ولم يتحدث الثنائي. رضا عبد العال: جمهور الزمالك زعلان على رحيل امام عاشور. طب من الاول فرطت فيه ليه؟ انت جمهور عاطفي وبتحب اللعيبه بتاعتك. واشار: انا لما رحت الاهلي من الزمالك ما عملتش كوبري، ولو انا عايز اروح الاهلي هل كنت رحت للاداره في الزمالك بنفسي وهم اللي هربوا مني؟ رضا عبد العال: مش ندمان طبعا اني رحت الاهلي، بالعكس انا ما افتريتش على نادي الزمالك، ولغايه اخر لحظه كنت رايح النادي علشان اجدد، ووافقت على عرض ال 25,000 جنيه في الموسم وتابع. كنت رايح علشان اجدد، لكن مجلس الاداره لما عرف اني وافقت هربوا وراحوا الاسكندريه، واللي كان في مجلس الزمالك وقتها هم المستشار جلال ابراهيم ورؤوف جاسر والاستاذ محمود معروف والكابتن حماده امام. رضا عبد العال: كنت واخد ميعاد على يوم الأربعاء علشان أجدد، وتم الاتفاق معايا قبلها على التجديد مقابل 25,000 جنيه مع بداية كل موسم. ولما رحت النادي في الميعاد المحدد قالوا لي محدش من الأعضاء هنا، كلهم في اسكندرية في المصيف، وكان فاضل يومين وامضي من جديد لنادي الزمالك من غير جنيه واحد. وشدد: أقسم بالله وحياة ولادي وأول مرة أقولها، أنا لم أندم على الانتقال للأهلي لسبب واحد، إني ما افتريتش على نادي الزمالك وجماهيره. واختتم: مش طموحي إني أدرب أو أشتغل في قطاع الناشئين في الزمالك والأهلي علشان ما عنديش خلق اني اشتغل في قطاعات الناشئين. خالد الغندور عبر فيسبوك: امام عاشور ده مش طبيعي، بيغني اغنية الاهلي وقبلها كان بيبكي على الرحيل من الزمالك، وقبلها كان بيغني اغنية الزمالك، وقبلها كان بيشتم الاهلي ورموزه. حازم امام عاشور لاعب جيد جدا، ولكن من حق جمهور الزمالك ان يحزن، لان الفارس الابيض كان سبب شهرته بعدما كان لاعبا صغيرا في نادي حرس الحدود. واشار الى ان المجتمع المصري يعاني من تقليد البعض لمكانه لاعبي كره القدم، لافتا الى ان لاعيبه كره القدم في الخارج تتقاضى اعلى مرتبات واضعاف مرتبات لا تقارن بدكتور جامعه او عالم في ناسا. واوضح: لاعب الكره اشهر من الفنان والمنتجين، لان الجمهور يحب النادي الذي يشجعه ومرتبط به من صغره ولديه انتماء شديد للاعب. حازم امام: كلنا كنا سعداء جدا بامام عاشور عندما خرج للاحتراف، خصوصا انه لاعب صغير وواعد، لدينا مواهب كثيره جيده تستطيع ان تمثلنا في اوروبا، ولكن مشكلتنا في العقليه. وتابع: انا استمريت في الاحتراف لمده 4 سنوات، وبعد ذلك كنت غير قادر على الاستمرار او لم تاتي لي الفرصه، ولكن حاولت على الاقل 4 سنوات. أسامة حسن لاعب الزمالك السابق عبر فيديو على فيسبوك: هناك كارثة ستحدث في الدوري المصري إذا لم يتم تغليظ عقوبة حسين الشحات عقب تصرفه المسيء لمحمد الشيبي نجم نادي بيراميدز. ووصل: اعتذار حسين الشحات لا يعني شيئا عقب تصرفه أمام الملايين. مسؤولي الكرة المصرية لابد وأن يتخذوا رد فعل قوي للغاية. وشدد: ما يحدث يضر بسمعة الكرة المصرية ولا يجب أن يمر مرور الكرام. هناك لاعبين كبار لم يتطاول أي منهم طوال مسيرته الكروية على زميل سواء لفظيا أو جسديا. حازم امام: لا اعرف لماذا تطور الامر بهذا الشكل بين حسين الشحات والشيبي، خاصة ان المباراة غير هامة في ترتيب الدوري بعد حسم الاهلي اللقب. واضاف: الواقعة تبدو سيئة بالنسبة للشحات وايضا الشيبي الذي نعتذر له. وكذلك الشحات اصدر بيان اعتذر عما بدر منه، ويجب الاعتراف بالخطأ عند وقوعه بدلا من خلق مبررات له. واستكمل: وجهة نظري عقوبة رابطة الأندية ضد الشحات كان من الممكن أن تكون أكبر من ذلك، حتى إذا كان سيتم التقدم بتظلم عليها وتقليصها. وأتم وهذا من أجل أن تظهر رابطة الأندية أن ما حدث ليس طبيعي ولا يصح أن يحدث مجددا، خصوصا أن حسين الشحات لاعب كبير والمباراة لا تستحق كل ما حدث. أحمد مرتضى منصور: بالنسبة لي فرع أكتوبر ده حلم، الفرع ده يتم تنفيذه من أجانب أفضل شركات العالم. بدأنا تطوير في العمل والخشب بتاع المباني تم استخدامه للموقع وأتم
الأسبوع الجاي هنصمم المبنى الإداري الرئيسي وهنشوف تطورات الفترة المقبلة، والشركة وعدتني خلال شهور قريبة هنشوف مظهر مختلف تماما، وواصل الأسبوعين الجايين هيكون في تطور أكبر من كده. التفاصيل الهندسية هنقولها قريب. حفرنا عمق 3 متر ونص وبنعمل اللبشة الأولى، وبعدها هيدخل النجار المسلح يعمل الحاجات بتاعة المباني. وشدد بشكر المستشار مرتضى منصور وبقول له محمد حلمي زمورة عمل فرع الزمالك في جامعة الدول بالستينيات، ومرتضى منصور صاحب الثورة الإنشائية، وأتم النادي ده في كذا جزء استثماري، وهناك مستشفى متخصصة للجزء الرياضي، وهيكون في مول في الاستاد، والمنطقة تفتقر للخدمات، والزمالك هيكون ليه فضل في ارتفاع سعر العمارات في المنطقة. مرتضى منصور سالم يا شمسي، ولادك اتضربوا في قلب بلدك، ما عملتش حاجة في مباراة السوبر. ووصل مبادئ الأهلي كانت فين لما هربوا كهربا توقف 12 مباراة، هم فين؟ وواصل اتفقوا مع اتحاد الكرة وفي الآخر ما توقفش، بيلعبوا لاعب موقوف من لجنة الانضباط. مرتضى منصور شوية عيال بيخربوا العلاقات بين مصر ودول أخرى. فين عصام عبد المنعم اللي كان عاوز يرحل ساسي؟ فين كرم جبر؟ فين إبراهيم فايق؟ فين الإعلاميين؟ من حقك يا جمهور تدافع عن لاعبتك. لما مدحت زق لاعب حامل الكرات تم فصله، ده نادي القيم بجد. وأتم حسين الشحات لاعب بلطجي هو وأخوه رفع الجزمة في وش الجماهير في مباراة القمة. كويس إنهم بيلبسوا جزم. مرتضى منصور نادي الزمالك قد الفروع الأربعة اللي عملها الأهلي. المدخل فقط تم تقييمه بمبلغ 4 مليار جنيه. بشكر جماهير الزمالك في السعودية. وواصل كنت مستني هاشتاج ارحل يا مرتضى بعد خسارة الأهلي. الأبيضة يقولوا لي ارحل يا كهربا. عاوز ألفت نظر الأهلي الحاجة، الأهلي مر بمرحلتين، ما قبل بحة وبعد بحة. قبل بحة أي كورة جول، بعد بحة اتعادل مع حرس الحدود درجة تانية، وخسر من بيراميدز 3 مع الرأفة، ده غير 2 صبي بحة شالهم. مرتضى منصور وش السعد إمام عاشور لأنه خان هذا البلطجي وهو يضرب وليد سليمان بالجزمة في ظهره. وأقول الله يرحمك يا صالح يا سليم، ده وليد سليمان ده قد جدك. وشدد وبقول عن صالح سليم صاحب الأرض اللي انت فيها يا خطيب. هو انت عشان متضايق من صالح سليم؟ ده صالح يا خطيب. صالح سليم عنده كبرياء، عمره ما تربح من الأهلي بجنيه. لسوء حظكم أنا محامي زينب هانم زوجته، وأتم أقسم بالله العظيم قالت لي ما كانش بيطيقه. هنيئا لكم وش السعد إمام عاشور. العيب لما حد يقف جنبي وخلاني بني آدم ساكن في المهندسين ويعض الإيد اللي اتمدت له. كتب خالد الغندور عبر حسابه الشخصي في فيسبوك كده القضية مع لجنة التظلمات الله يكون في عونها. المستشار عادل الشربجي لسه لم يتخذ قرار في عقوبة كهرباء حتى الآن والدوري خلص. هاني سعيد المدير الرياضي ببيراميدز، موضوع ضرب حسين الشحات لمحمد الشيبي بالقلم صعب جدا، وانا بصراحة مش عارف الشيبي نفسه استحمله كده ازاي. وموضوع المصالحة ده جاء صدفة، لو كنت شايف القلم ما كنتش هخليه يعتذر لمحمد الشيبي. وشدد الشيبي كانت حالته غريبة جدا، وبيقول لي انا لحد دلوقتي مش مصدق ومش عارف ايه اللي حصل معايا. قلت له لو لك حق مش هنسيبه واحنا معاك في اي حاجة. واضاف الشيبي قال لي انه اتشتم بالاب والام، وان حسين الشحات قال له انا هكسر لك رجلك لو كنت لعبت من اول الماتش. هاني سعيد الشيبي من كتر الصدمه ما بيتكلمش وما عملش اي حاجه ولا عمل اي حركه مسيئه. واشار الشيبي قرر انه يرجع واحنا معاه في اي حاجه، وحقه يعمل محضر في اسم الشرطه ضد حسين الشحات. ويمكن حسين شايل منه من وقت ماتش السوبر. وزاد لسنا راضين عن العقوبه التي وقعت ضد حسين الشحات من قبل رابطه الانديه، ونرغب في تغليظ العقوبه وفي وقائع اقل من تلك الواقعه. وكانت العقوبه تصل الى الايقاف ما بين 12 الى 14 مباراه، لذلك لا يجب ان تقل العقوبه عن ايقاف لاعب الاهلي عن 14 مباراه. محمد غرابة مدير المنتخب الوطني الأول، تواصلت مع روي فيتوريا بخصوص خبر أهلي جدة، لكنه أكد لي أنه لا يوجد أي مفاوضات نهائيا حدثت معه خلال الفترة الماضية. ووصل بعد 6 ساعات من وصوله تلقى فيتوريا اتصالات من بعض الوسطاء من أهلي جدة للتعاقد معه، لكن فيتوريا أغلق الباب تماما في وجه هذه المفاوضات ورفض تماما هذه العروض. وشدد فيتوريا ملتزم مع مصر أدبيا وتعاقديا، ولو كان هناك تفكير في الرحيل بالفعل كان سيخبرنا به، كما حدث من قبل أنه أخبرنا بوجود عروض لضمه وهو لا يخفي أي شيء. وأضاف كل أمور فيتوريا مستقرة معنا في منتخب مصر. بالتأكيد هناك بعض المشاكل التي حدثت لكن لا تهدد باستمراره. لو هناك مشكلة كبيرة سنعترف بها للرأي العام بكل صراحة. واستمر روي فيتوريا سعيد في مصر ولديه مشروع ولديه هدف في كأس إفريقيا وأيضا التأهل إلى كأس العالم. مشروع مستمر معنا لمدة 4 مواسم.
حسب صحيفة المصري اليوم فقد رحب فخر الدين بن يوسف مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز بالانتقال إلى نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وأضاف التقرير أن مسؤولو نادي الزمالك فتحوا خطوط اتصال مع فخر الدين بن يوسف لمعرفة موقفه من الانتقال إلى القلعة البيضاء مع مطلع الموسم الجديد. وبحسب التقرير فأن فخر الدين بن يوسف وافق على الانتقال إلى الزمالك بشرط الحصول على 750 ألف دولار كراتب سنوي. هاني حتحوت باهر المحمدي أبلغنا أنه إذا لم تحل مشاكله المادية مع النادي الإسماعيلي سيرحل عن صفوف الفريق. وأشار إلى أن باهر المحمدي قال أنه يمتلك 4 عروض داخلية في مصر من بينها ناديين جماهيريين وناديين من أندية الشركات ليس من بينهما الأهلي. وشدد أنه لن يلعب للأهلي طوال حياته. بس كده، هي دي كل الاخبار اللي كانت معانا النهارده عن نادي الزمالك. اتمنى الفقره تكون خفيفه على قلبكم. ادعمونا بلايك الفيديو، سبسكرايب للقناه، ومتشكرين جدا على دعمكم. لو عندكم اي ملحوظه سيبوها لنا في التعليقات. سلام.